الطفل كان صحيا في مرحلة الطفولة مش أفضل حاجة. في أطفال بتتأخر في المهارات بتاعتها، في أطفال بيحصل لها قصور في التركيز والانتباه، الإدراك، الذاكرة، وبالتالي بيكون عندها مشكلات لغوية بتظهر في التفاعل الاجتماعي أو مدى قدرته على إدارة الحديث والحوار مع داخل الأسر، المحيط الخارجي زي المدرسة، الحضانة، النادي، صحابنا. مش بسبب إن الطفل كان عنده مشكلة، ولكن بسبب إن الطفل كان صحيا في مرحلة الطفولة مش أفضل حاجة. يعني كان بيعيا ويتعب كتير، وبالتالي يا إما كنا بنضطر نقعده من الحضانة، أو إنه الطفل كان بيتعب كتير فكان ده بيأثر على تحصيله أو الخبرات والمعلومات اللي بيتعرض ليها والتجارب، فبالتالي ما استغلش المهارات بتاعته بشكل كويس في مرحلة الطفولة، فبالتالي حصل فيها قصور. فبالتالي محتاجين ان احنا في المرحلة اللي هي بعد 6 سنين نتابع معاه، نشوف ايه الاجراءات اللي احنا ممكن نعملها تعوض او ان هي تحل المشكلة دي عشان ما تأثرش على التحصيل الأكاديمي. في المهارات النمائية، الفكرة في التركيز والانتباه، في الإدراك، في الذاكرة، محتاجين ان احنا نشتغل عليهم بطريقة صحيحة علشان نبدأ انه اللغة تعلى عندي، او لو انا عندي قصور فيها ابدأ ان انا اعالجه، وابدأ ان انا اعالج القصور الأكاديمي او التأخر الأكاديمي الناتج على القصور في المهارات النمائية الناتجة عن الحالة الصحية اللي الطفل كان بيعاني منها من هو صغير. يا رب دايما بخير، ويا رب دايما أطفالنا بخير.